أهلا بكم في مرحلة جديدة لأسود الأطلس. فبعد طول انتظار أعلن الناخب الوطني محمد وهبي رسميا عن قائمته الأولى المكونة من 28 لاعبا. لكن قبل البدء في تفاصيل لا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد. أعلن الناخب الوطني محمد وهبي اليوم الخميس 19 مارس 2026 عن قائمة اللاعبين المستدعاة للمشاركة في المباراتين الوديتين أمام الإكوادور والباراغواي. وعرفت اللائحة استدعاء العديد من اللاعبين لأول مرة، أبرزهم رضوان حلحال، عيسى ديوب، محمد حريمت وياسر زابيري. وفيما يلي اللائحة المستدعاة: حراسة المرمى المهدي بن عبيد، ياسين بونو، المهدي الحرار. خط الدفاع: ناصر مزراوي، أنس صلاح الدين، سفيان الكرواني، أشرف حكيمي، زكريا الوحيدي، شادي رياض، رضوان حلحال، عبد الحميد أيت بودلال، عيسى ديوب، إسماعيل باعوف. خط الوسط: أسامة ترغالين، نائل العناوي، ربيع حريمات، سمير مرابط، عز الدين أوناحي، بلال الخنوس، إسماعيل الصباري. وخط الهجوم: عبد الصمد زلزولي، شمس الدين طالبي، أمين عدلي، سفيان رحيمي، أيوب الكعبي، ياسين جسيم، ياسر زابيري، إبراهيم دياز. وسيلاقي أسود الأطلس منتخب الإكوادور يوم الجمعة 27 مارس بمدينة مدريد الإسبانية، والباراغواي يوم الثلاثاء 31 من نفس الشهر بمدينة لونس الفرنسية. لا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد.